طبعا ماما شنو حسوي لنا ماما هنا؟ التمن الاصفر ويا شنو حيكون؟ حيكون وياه طبس دجاج وحسوي وياه تمنهم احمر وتمن ابيض يعني عكس تشكيله. اوكي. وين التبس؟ طبعا هذا التبسيك وتسكشوا من بين قوش. هلو زيوني. سويها. سوي لهم حركة مالتي. يلا. يلا. حبيبي. يلا اليوم زيوني راح يعزف لكم. قول اني البيانست القوي مالتكم. يلا يلا اعزف. اعزف. صار بيصفني فجأة. اشتغل. حبيبي. شنو عيوني الحلوة؟ هاي قلوب بدي اسوي لكم هيك. هاي شلون تريدين قطعيها؟ شرايح خفيفه. نسوي شامية. والله راح كلش يعني سواء ديمقراطية وشو. صبي هناك. وهاي هدية. يلا حلوة؟ لبسي ثاني، لبسي واحد ثاني. الله حلوة؟ ايه حلو. ايه عادي خليه. هنا الصاج. هنا ايه كرونة. من بالكاونتر هذا. طبعا ظل الدجاج والمعكرونة وهاي السوالف. باعوا هذا الشيبس شلون كيوت. شلون الأمور فرح وسرور. تفائلوا يعني لا تخافون ابد. لا لا من يشوفوكم لطيفين وكذا يعني اتوياكم بالغرفة ولا بائسة لصنع المحتوى. اي شو اللي ناوي شنو معي شده يبي. لازم المشوار. لا لا متأكد الأعداد كاملة مال طلعت فين خلاص زقت روحي. أنا احترقت على ما قلت بس وأمي. ولا عليكنا. ماكو نصور ماكو وياها. ولاحظكم احد من الاقارب ايضا يقولوا عن هذا الموضوع. هو عبارة عن تغير على الخلايا من حول الفيل. طبعا شنو بعد القاص رجعت الأيام السادس لأنه اليوم طلعت القبولات ومن جديات يعني كلش فرحانة. الكل اللي طلع لهم كليات اللي كانوا يريدوها واللي طلعت له مثلا في الاختصاص ما كان بباله فالخير فيما اختاره الله. دا أحاول إني أجاوب على كل رسائلكم جتني بالإنستغرام وكومنتاتكم جتني باليوتيوب وهمين اللي بعد ما نبشرني خلي يبشرني جوا دا أنتظركم.
هلا أصدقائي، طبعا شنو أني حسب جدول الأسبوع هذا إنه اليوم أقرأ تشريح، اليوم باكر عندنا عملي تشريح، بس العملي تشريح لغوا امتحانه لأنه عندنا امتحان ثاني باثولوجي يوم الأربعاء، باكر اثنين والأربعاء الامتحان باثولوجي، لذلك فضلت إنه أقرأ هسه باثولوجي، وإذا ظل لي وقت راح أقرأ تشريح. هسه طبعا حصر ساعة 6:30. فاي بس يعني حبيت انه انطيكم اخبار هذا الاسبوع، لان هذا الاسبوع حرفيا هيك مليان احداث، ما اعرف شو الموضوع. طبعا تعبت، الساعة 10. اني الي قبل ان ادرس بعد، بس كل جوعانة، فحروح اسوي اكل وحسوي نفس اللبس، مو نفس، قصدي نفس الربطة اليوم لبستها، وياها قميص اسود لحظة وبنطلون. باكر عندي عملي فراح اشيل جنطة كتف، اللابتوب طبعا. ترى هاي لان هاي كلش كبيرة ما يحتاج. ما اعرف شنو الموضوع اليوم، بس حرفيا الكل لابس تويتي ودا احس بالغرابة. اسود وتويتي، كلهم حرفيا. هذا البيشنت عنده رينال امبيرمنت، وهذول اللي عندهم رينال امبيرمنت دائما يكونوا معرضين انه يصير عندهم شنو؟ يو تي اي اللي هي يورانيك تراك انفكشن. ابو رينال امبيرمنت يعني شنو فرق عن الشخص العادي؟ نقلل الدوز مالته فيري جود، بس الدوز هذا اليوتيوبر يشتغل كل لحظة كل بمحتوى. لحظة. 3D مجسمات لا ما يجيبون، هن هذين الصور المفروض مال كوستنج المحددين يجيبون. نهاية التشريح المفلشة. يعني كل وحدة انك تحفظها وتعرفها، هي الصورة موجودة عندك. مثل ما قلنا هذا المكان الجديد اللي بس يصورون بيه صورهم الطلاب. الطلاب اللي راح طلعون قلوب شنو قبول طب بغداد، راح تشوفوني نصير أصدقاء. عندنا نكتشف هذا الطريق من هنا صاير بصف النادي والمكتبة الجامعية مالتنا، ودي مكتبة الجامعية يعني احنا نستعملها كذي ما حد ما يجيبها، فنكتشف انه هل هو هنا ثقب اسود او لا. فأنا اعتقد انه هو ثقب اسود، بس ماريا تعتقد انه مو ثقب اسود، فهي يعني بعد ستبين اذا اكو ثقب اسود. هلا ماما، ما عندي انترنت، شو هذا قافل الجهاز مال الانترنت؟ قافلين علينا الطريق ما يقبلون نفوت. والآن طلع المسجد احنا ما كنا ندري بيه. اي جت بس على محاضرة واحدة. طبعا شنو كرهت هذا المكان دا اصور بيه، بس ان شاء الله نهاية الاسبوع 100% غير الديكور لانه كلش مليت من المكان. المهم
شنو دا أقول لكم، هسه حقرا باثولوجي. طبعا حتى شاي برد كنت داسة دا ألعب بالموبايل. قبل شويه مو كومبلمنتري، لا قلت لكم اندوثيليال، هذه ما يسمونها كومبلمنتري. المهم كومبيول او سيلولر، ترى هي نفسها قبل شويه. هذا مثلا نحتفظها بمكانها شو ما هي، فراح تيجي حيصير بها فايبرو. حرفيا دا أحس روحي طالبة السادس مو طالبة كلية. يعني أي نو إنه الكلية مو لها صعبة هواي، بس شو هذا الباثولوجي ليش ما يخلص؟ كل شي عبت نفسي يعني. حرفيا قريت 50 سلايد ب4 ساعات. 50 سلايد 4 ساعات يعني. هو ما أدري يعني هل هذا الشي زين أو مو زين، وهاي يعني أنا بدون ما أحفظهم، بس دا أشوف فيديو يعني عنهم، بس دا أشوف فيديو عنهم. الله يستر، إن شاء الله أجاوب بالامتحان إن شاء الله. هاي لفة الأمهات شباب، هاي أحسن لفة بالدنيا. يا لانش بوكس يا توست، هاي اللفة هاي الحقيقية. بس بالنهاية ما راح أجاوب لأن صارت بي داكي أم بالمايكرو. توزع ويجي على الوقت. كثير من المحاضرات. شوفوا الست فضلوا حبايب هاي منديق بهالكم. طبعا احنا ستشاكين كذب، اصلا انا عندي بس شوية ربع ساعة قلت خلينا ندرس كذا كذب. خلصت غسل مواعين وهسه راح اروح اسوي شاي، وهمين اريد اصلي المغرب وبعدين نقعد ندرس. تجي تدرس وتكتشف انه انت ناسي تحط الايباد والقلم على الشحن، اعرف انه هاي راح لحظة حتكون لحظة ادراك صعبة جدا بحياتك. اللي يسألون دائما على الايباد، هاي اسوأ شيء يعني صفة بالايباد، انه الايباد يخلص شحنه ولازم ينشحن. الحمد لله بي 50 يعني، فحنحاول ندرس بهاي 50 ونحطه على الشحن. انا ما احب فقرة اني احط شي على الشحن واستعمله، بس اليوم حنضطر لان عندنا امتحان هسه بال6:30 يا دوب، يعني حصلوا 40 يا دوب نبلش. هنا وقت قصير مقارنة بالمحاضرات الباقية، واشكركم متابعة ومع السلامة. وكان نطلع من الامتحان حياة استمرت ويانا. لا هو نفسه